نحييكم من جديد السيدات والسادة بعد أن نقلنا لحضراتكم وقائع الجلسة الأولى من هذا اليوم في الغرفة الأولى من البرلمان مجلس الشعب. نستأنف الحوارات مع السادة نواب الشعب. معنا في هذه المرة سيادة النائب الأستاذ إبراهيم راغب عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى والنائب عن حزب النور. نرحب بك سيادة النائب. وأيضا سيادة النائب دكتور مجدي قرقر أمين عام حزب العمل ووكيل لجنة الإسكان. أهلا بك سيادة النائب. يعني بداية سيادة النائب إبراهيم راغب، السيد سعد الكتاتني قبل السفر وقبل أن ترفع الجلسات في الأسبوع قبل الماضي تحدث عن 10 جلسات يقدم فيها الرد على بيان الحكومة، لكن جلسة اليوم في بدايتها أخذت طابعا مختلف، حيث تحدث النائب عصام سلطان عن مرشحي الرئاسة وأفرد لهذا بعض من المساحة في بداية الجلسة. كيف تعلق على ما حدث في بداية جلسة اليوم؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بداية يعني أنا بشكر قناة صوت الشعب وبشكر كل السادة الأعضاء والشعب المصري جميعا، وإن شاء الله عز وجل يعني الانتخابات رئاسة الجمهورية تطرق لها الأخ عصام سلطان، لأنها هي القضية الموجودة على الساحة والمطروحة على الساحة بشدة في الوقت الحالي. ولكن يعني الدكتور سعد الكتاتني يعني في المرة السابقة أخبر أنه سوف يتم مناقشة قرار أو بيان الحكومة في على مدة 10 جلسات، وطبعا يعني اختلط الأمر بمناقشة بيان الحكومة بما يعني يدور في من بعض الأعضاء على الساحة من وقائع رئاسة الجمهورية وما إلى ذلك. فأنا الحقيقة شايف أن البيان الذي يعني أصدره السيد رئيس الوزراء بيان الحكومة نقطة مهمة جدا، أن احنا يعني يجب علينا أن احنا لا نحاسب الحكومة الحالية عما حدث من فساد طيلة 30 عام. دي مهمة جدا. يعني هؤلاء الوزراء الذين يقومون بالقيام بأعمالهم في الوقت الحالي يعني يتحملون مشقة وما إلى ذلك، ولكن البيان الذي صدر من السيد رئيس الوزراء وبيان الحكومة بيان يعني ضعيف ولا يعني يرضي الشعب المصري أو يطرح حلولا للقضايا المطروحة على الساحة. ولذلك كان رد نعم المجلس كتيب يعني نعم هو كأنه موضوع إنشائي، أما أنه تطرق لحلول واقعية للمشاكل المطروحة على الساحة في الوقت الحالي لم يتطرق لهذا الأمر. ولكن على أي حال فيعني أنا واحد كممثلي حزب النور احنا بنقول ان احنا يجب علينا ان نتعاون جميعا للخروج من هذا المأزق. ويعني انا شايف ان في عدم ثقة بين الأعضاء وبين الحكومة وبين الأعضاء وبين المجلس العسكري وغير ذلك، فيجب ان تكون هناك ثقة بين البرلمان وبين الحكومة حتى نتكاتف جميعا لنهضة هذا الشعب ويعني إيصال العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب. يعني الحقيقة المواطن المصري في الوقت الحالي لم يستشعر أن هناك عدالة تحققت بين فئات الشعب. إلى الوقت الحالي هناك محسوبيات كموضوع يعني تعيينات القضاء، هناك محسوبيات في الرواتب الحد الأدنى والحد الأقصى، هناك محسوبيات في يعني وزارة الصحة وما إلى ذلك. لم يشعر المواطن أن هناك يعني تقديما من الحكومة لبعض الحلول المطروحة على الساحة. ولذلك احنا يعني بنطلب من البرلمان ومن الحكومة أن نتعاون جميعا وأن نغرس الثقة في الحكومة الحالية حتى تمر من هذا المأزق، خاصة وأنه سوف تأتي انتخابات رئاسية بعد 2 أو بعد 3. وحتى لو تم سحب الثقة من الحكومة الحالية لا يتم وضع حكومة جديدة تقوم بأعمال البلاد وتأتي بجديد في خلال 2 أو في 3. فإحنا بنقول نتعاون جميعا للمرور من هذا المأزق. يعني حضرتك تحدثت في حوارك عن ضرورة أن يكون هناك ثقة متبادلة بين المجلس وبين كل الهيئات. نعم المجلس العسكري. دكتور مجدي قرقر، كيف نبني هذه الجسور من الثقة بين مجلس الشعب وبين الجهات التنفيذية في الحكومة، أو بين مجلس الشعب وبين المجلس العسكري، أو بين مجلس الشعب وبين الثوار؟ كيف تبنى هذه الجسور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقا من الصعوبة بمكان أن نبني جسورا من الثقة بين الشعب وبين الحكومة، أو بالقطع بين المجلس الشعب وبين الحكومة. نحن في حزب العمل
رفضنا حكومة الدكتور الجنزوري قبل انعقاد مجلس الشعب بأسابيع قليلة. نحن كنا مع استمرار حكومة الدكتور عصام شرف مع عمل تعديلات بسيطة في وزارة الداخلية. هذا الوضع الشاذ فرض حكومة الدكتور الجنزوري، وهي شئنا أم لم نشأ محسوبة على النظام السابق. هذا الوضع الشاذ أن هذه الحكومة لا تعبر عن الشعب ولا تعبر عن القوى السياسية داخل مجلس الشعب. طيب هل ترى الحل في سحب الثقة في هذه اللحظات؟ تتفق مع سيادة النائب أم تختلف معه؟ أكمل لحضرتك. الوضع الآن أن المجلس كله هو معارضة للحكومة. الوضع الطبيعي في كل دول العالم أن هناك حكومة أغلبية وهناك أغلبية داخل المجلس ومعارضة. أما أن يكون المجلس كله معارضة للحكومة فهذا وضع شاذ غير موجود على الإطلاق. ورغم هذا أصبح للأسف الشديد الوقت ضيق بدرجة كبيرة لأن يتم سحب الثقة وتشكيل حكومة جديدة. أنا أظن أننا سنصبر، علينا أن نصبر على الحكومة، أن نعيد لها بيانها مرة أخرى إلى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تعبر عن إرادة الشعب وتعبر عن الأغلبية البرلمانية الموجودة داخل المجلس. هذا من الأعراف العرف السياسي والدستوري السائد أن الحكومة تسقط بانعقاد مجلس الشعب. هذه الحكومة وما سبقها من حكومات هي حكومات تسيير أعمال وليست حكومة إنقاذ وطني كما ردد الدكتور الجنزوري. الدكتور الجنزوري استغل جلسات المجلس في عمل غسيل تاريخ وتصفية حسابات بينه وبين النظام السابق، وتصفية الحسابات لا تضعه بجانب الثوار. الثوار رفضوا حكومة الجنزوري لكنهم حاولوا أن يفرضوا حكومة. يعني رغم عدم الرضا عن أداء الحكومة إلا أنه السادة النواب بيتفقوا لدينا أولويات على أن هذا ليس وقت سحب. لدينا أولويات الآن، الأولوية صياغة الدستور الجديد وأولوية انتخابات رئيس الجمهورية وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. طيب أعود إليك مرة أخرى سيادة نائب إبراهيم راغب. يعني إذا كان هناك خلاف أو خلافات ما بين الجهة التشريعية والجهة التنفيذية، فحتى داخل الجهة التشريعية لم يتفق كثير من القوى السياسية، وأصبح هناك خلاف واسع ما بين القوى السياسية في وجهات النظر، خاصة في الجمعية التأسيسية التي كان يتحدث عنها منذ قليل دكتور مجدي كركر. كيف تنظر إلى هذا الخلاف الدائر في الجمعية التأسيسية؟ هل ترى أنه سوف يطيح بهذه الجمعية وأنه سوف يكون هناك جمعية تأسيسية جديدة، أم كيف تنظر لمستقبل هذه الجمعية؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام، أنا شايف يعني الخلاف القائم على أمر الجمعية التأسيسية ده، الخلاف ده أمر قدري. الخلاف أمر قدري إن احنا نختلف، والخلاف لا يوسف للود قضية. لكن الخلاف أدى إلى انسحابات كثيرة تهدد ولكن يعني اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن هذه الجمعية أنشئت يعني نظرا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، وهي التي تقر بأن يجتمع مجلس الشعب والشورى في أول اجتماع للمعينين غير للمنتخبين غير المعينين، واخد بال حضرتك، لانتخاب 100 عضو، ولم تحدد أن هؤلاء الأعضاء من داخل المجلس أو من خارج المجلس. وإرضاء للموقف بعض الأحزاب وضعت سقف أعلى وسقف أدنى وما إلى ذلك، وتم الاتفاق على 50% من داخل المجلس و50% من خارج المجلس، وده كان حل وسطي. ولكن على أي حال الجميع يجب عليه أن يشترك في الجمعية التأسيسية، وأنا أظن أن هذه الجمعية على وضعها الحالي يعني تشمل جميع طوائف المجتمع. وفي الآخر يعني بنود هذا الدستور سوف تعرض على المجلس بند بند، وفي الآخر تعرض على الشعب، والشعب هو الذي يقرر. يعني سيادة النائب هناك إشكالية قائمة، يعني الانسحابات ليس فقط من القوى السياسية الممثلة للمجلس، لكن أيضا هي من اختارهم
واختارتهم الجمعيات التأسيسية. يعني 100 عضو يتضاءلون وتحدث فيهم انسحابات كثيرة. اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إلى الوقت الحالي لم يتم تقديم إلا 11 عضو يعني اعتذارات شخصية كتابة، ولكن هناك ناس كثيرون تقدموا باعتذارات شفهية. ولكن أنا أظن وبطلب من جميع المشتركين في هذه الجمعية أن يعودوا إلى مكانهم، ومن أصر على عدم البقاء يعني يستعوض بعضو من الأعضاء الاحتياطيين وتستكمل الجمعية عملها. ويعني أنا بقول إن هناك حلول، هناك جلسات استماع لاستماع عامة الشعب المصري، والدكتور محمد سعد الكتاتني وضع أظهر أن هناك موقعا على النت لإبداء الآراء من جميع الشعب المصري وجميع طوائف الشعب المصري ومن القانونيين ومن غير ذلك للاشتراك جميعا في صياغة ووضع الدستور إن شاء الله. وده هيكون بصياغة هذا الأمر وجلسات الاستماع سوف نصل إلى دستور يرضي جميع الشعب المصري إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني يبدو أن دكتور مجدي كركر لديه رأي مخالف فيما يتعلق بجمعيات تأسيسية، أرى صعب الوجه، أكيد في اختلافات هذه الوجهة، أكيد في اختلافات في الرأي أكيد. أنا كتبت هذا على الفيسبوك وتويتر. أظن أن الإسلاميون ممثلين في حزب الحرية والعدالة والنور أخطأوا ويخطئون في تشكيلهم للجمعية التأسيسية. والعلمانيون للأسف الشديد أخطأوا ويخطئون بل ويجرمون في هذه القضية. أخطأ الإسلاميون لعدم تشكيل جمعية تعبر عن الروح المطلوبة لصياغة دستور لكن يعني الإسلاميون يؤكدون أنهم مثلوا كل طوائف. لا وأنت تتحدث عن أنا على التيار، أنا إسلامي ومحسوب على التيار الإسلامي محسوب معنا إن شاء الله. لكن لا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعديلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الدستور هو دستور لمصر لأجيال طويلة مقبلة، وأظن أن عمليات الانسحاب والإضافة هي عمليات ترميم لثوب مهلهل. لكن في الجانب الآخر إجرام العلمانيون بأن هم يطعنوا في صحة هذه الجمعية التأسيسية، في حين أن هذه الجمعية التأسيسية من الناحية القانونية، لا أتحدث عن الناحية القيمية والموضوعية، صحيح 100%. يعني هو من الناحية القانونية هذا ما سوف يؤكده القضاء في يوم العاشر. هو صحيح. الحكم القضائي يوم 10. لا أنا أظن ننتظر الحكم القضائي، لا نأتي بأحكام مسبقة. يعني في ظني أن الإجراءات إجراءات صحيحة، لكن أنا أتحدث عن البعد القيمي والبعد الموضوعي والسياسي في القضية. أو يقوم البعض بعمل جمعية تأسيسية موازية لنشق الصف ونقسم الشعب المصري إلى صفين. أنا بقول إن إحنا علينا أن نحترم التشكيل الذي أسفرت عنه الجمعية. أنا كنت مع عدم تحديد نسب من داخل المجلس أو من خارجه، وأن نترك الموضوع للكفاءة، وتقدمت بمقترح أن تكون انتخابات الجمعية التأسيسية بالقائمة النسبية غير المشروطة، وتأتي بمن تأتي بمعيار الكفاءة بغض النسب عن داخل البرلمان أو خارجه. أما وقد كان ما كان، يعني أما حدث قد حدث، علينا أن نحترم إرادة المجلس، وليعد الإخوة المنسحبون إلى الجمعية التأسيسية، لأن الطريق الأصح هو الطريق الثالث وهو الحوار المجتمعي. تحدثت عن الحوار المجتمعي منذ الجلسة الأولى للاجتماع المشترك، أن يكون هناك حوار مجتمعي من خلال أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومن خلال الأحزاب السياسية ومن خلال النقابات المهنية، بحيث الشعب كله يشارك في الإعداد لهذا الدستور، وألا تضع الجمعية التأسيسية نفسها بمعزل عن الشعب، وألا تكون في برج عاجي، لأنها لو جلست في برج عاجي لصياغة الدستور فإن الشعب هو المنوط به أن يقول نعم أو لا للدستور، ففي هذه الحالة سيقول لا. أما إذا شارك الشعب وسمعت الجمعية التأسيسية لرأي الشعب، أنا أظن في هذه الحالة سيذهب الشعب طواعية ليصوت إلى جانب الدستور الجديد، لأن الصوت الأعلى يجب أن يكون للشعب. نعم. يعني أعود إليك مرة أخرى أستاذ إبراهيم راغب، وأنت عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى. نعم. يعني أنت وأنت نائب لمجلس الشعب لم تستطع اليوم
ومنذ عدة جلسات الدخول من البوابات الرئيسية للمجلس وتأتي من بوابات خلفية، لأن هناك عدد كبير ممن لديهم مقترحات وشكاوى ومن المعتصمين أمام باب المجلس. كيف تتعامل لجنة الاقتراحات والشكاوى مع المعتصمين أمام مجلس الشعب؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنا يعني غالب التظاهرات الموجودة حول المجلس لعدم تحقيق العدالة بين فئات الشعب الحقيقة. يعني على سبيل المثال يعني جرائم النظام السابق يعني تتراكم إلى هذا المجلس. عندك 1.4 مليون يعني موظف. تستشعر أن المجلس ورث تركة ثقيلة، نعم تركة ثقيلة جدا على يعني المجال الاقتصادي والمجال العلمي والصحي وجميع المجالات. نعم. احنا يعني الحقيقة هذا المجلس يتحمل عبء 30 أو 40 سنة فساد في هذه الدولة، والحقيقة كل هذه التظاهرات منبعها عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس. الناس شايفين ان الثورة لم تحقق شيء. يعني 1.4 مليون موظف بيعملون لهم 15 عاما 15 سنة، وإلى الوقت الحالي لم يتم تثبيتهم. النهاردة أنا كنت أودي النهاردة الحقيقة إضافة للمادة اللي هي يعني تبيح بتثبيت المعينين على الباب الأول وهم 600,000 عامل، أنا كنت أضيف والصناديق الخاصة تضاف إلى هذا الأمر. يعني واحد على صندوق خاص وتم تعيينه وصاحب أسرة وله يعني 15 سنة بيعمل على الصندوق الخاص، يجب أن ترتب أوضاعه، ويعني لو يستشعر أنه لو مرض الصبح ما يكونش قاعد في بيته، هذا يعني حقه. فكثير من هذه التظاهرات لعدم تحقيق العدالة بين فئات الشعب، ولكن احنا بنقول ان احنا الوقت الحالي الناس بتستشعر ان المجلس الشعبي لم يقدم لنا شيء جديد. صحيح نجح بعض الفئات، لكن يعني سيادة النائب حضرتك بتتحدث عن استمرار هذه الاعتصامات بسبب عدم تحقق العدالة. دكتور مجدي كنت تتحدث منذ لحظات أنه هناك هوة كبيرة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن هذه الهوة ستستمر حتى يأتي رئيس قادم. أكيد. إذا كيف هذه الحلول لما هو الآن في جمل قصيرة حتى يأتي رئيس قادم؟ يعني دكتور مجدي ثم استمع الحضرتك. يعني الآية الكريمة آية قريش يختمها الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني القضيتين الأهم في حكومة تسيير الأعمال هي قضية الجوع وقضية الخوف، وللأسف الشديد فشلت فيهم الحكومة كلتهم. إذا ما الحل إذا حتى يأتي رئيس قادم؟ لا، أنا أظن إن احنا نسد جوعة الناس. من نسد؟ يعني يعود على من ضمير الحكومة. وإذا كان هناك هو ما بين المجلس وبين الحكومة، كيف يستطيع المجلس إجبار الحكومة على أن تسد هذه الجوعة؟ ما هو ما يقوم به المجلس الآن من ممارسة كافة الضغوط والتهديد بسحب الثقة، أنا أظن يخلخل الحكومة، لأن الدكتور جنزوري عندما تحدث في بيانه تحدث على أنه مستمر لمدة عام أو عامين. أنا أظن بعد هذا الرفض لبيان الحكومة ومجرد انعقاد استمرار الضغط من وجهة نظر حضرتك ربما يؤدي إلى بعض الحلول. سيادة النائب إبراهيم راغب، نعم. كيف ترى الحل؟ والله أنا شايف أن الحل الأمثل اللي هو يعني اللي في يد الحكومة اللي تقدر تنفذه في الوقت الحالي تشديد الرقابة على بعض المخالفات التي تحدث في الشارع المصري. وإذا كنت حضرتك من البداية رأيت أن أداء الحكومة ده بقى يتطلب أن احنا نعطي الثقة للحكومة لكي تعمل في خلال الشهرين 3 القادمين. زيادة يعني التواصل بين المجلس وبين الحكومة حتى تستطيع، ومن يفي بوعده ايه المانع ان يستمر معايا في الحكومة الجديدة لو كان وزير وأدى ما عليه من واجبات ويعني وقدم حلولا لبعض المشاكل اللي عنده في وزارته، ايه المانع انه يعني يستمر معايا في الحكومة الجديدة. ولكن يعني قضية سحب الثقة من الحكومة وتكرارها وما إلى ذلك بتعطي عدم اطمئنان للحكومة، فبتؤدي إلى ارتباك في الشارع المصري، والمواطن المصري الحقيقة لا يعني ينتظر من هذا المجلس ذلك. وندعو الله عز وجل أن يعني نمر بالشهرين الباقين على تنصيب رئيس الجمهورية مدني منتخب انتخابا حقيقيا إن شاء الله سوف يتحقق كل أمال الشعب المصري.
بإذن الله تبارك وتعالى. إذا يستمر الخلاف حتى يأتي رئيس قادم، هذا ربما ما وصل إليه السادة النواب الذين أقدم لهم كل الشكر لسيادة النائب إبراهيم راغب عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، شكرا جزيلا لك، وأيضا سيادة النائب دكتور مجدي كركر أمين عام حزب العمل ووكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب، شكرا جزيلا لك. وتستمر الحوارات في صوت الشعب، فابقوا معنا. الله يبارك فيك.